يا صباح السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل وصفة، بس هي وصفة شبه جاهزة شوية. يعني ايه؟ هنجيب نوع حلويات جاهز معلب بودر كده، واحنا هنحضره في البيت. النهاردة تجربتنا هنعمل صوابع زينب. ماشي، في ناس بتقول عليه بلح الشام. طبعا صوابع زينب حاجة وبلح الشام حاجة. فيلا نشوف النهاردة هنعمله ازاي. دي باكت جاهزة ومكتوب عليها ان احنا بنضيف 50 جرام زيت وبيضة ومية دافية نعجن بيها. تمام. انا ضفت في بولة البيضة وال50 جرام او 50 ملي زيت في بولة، وبعد كده حضرت مية دافية هعجن بيها. ده الباكت بتاعي اللي انا بقولكوا عليه. هفضيه بقى على المكونات اللي انا حضرتها، اللي هي البيضة وال50 ملي من الزيت. تمام يا ست الكل؟ لا طبعا مش تمام. حضرتك فضلا وليس امرا اتمنى تعملي لي لايك وتعليق حلو منك كده علشان الفيديو يعني يتشاف شوية. فضيت بقى محتوى الباكت بتاعي في البولة على البيضة والزيت، وبعد كده هنكون مجهزين مية دافية هنعجن بيها. عايزة القوام بتاع العجينة بتاعتك يكون سلس شوية، لا تقيلة قوي ولا سميكة قوي، ولا تكون خفيفة جدا. تمام يا ست الكل؟ عايزة اقولك دي هتفرق معاكي لما تيجي تسويه وتقليه في الزيت، لان طبعا هيتقلي في زيت وبعد كده ينزل في الشربات اللي هو السيرب. تمام يا ست الكل؟ في اللحظة دي انا كنت حاطة السيرب على النار وجهزته وخلاص وطفيت عليه وسبته يبرد شوية. فضلت بقى اعجن فيها. ده حسيت ان القوام ده هيكون تقيل معايا شوية، ويا ريتني كنت سبتها على القوام ده على فكرة يا جماعة، لاني لما جيت اعملها بالكيس والقمع وكده حسيت ان هي مهيت مني شوية او بقت سايبة مني شوية. تمام يا ست الكل؟ يعني انت القوام اللي انت شفتيه اول ما جبت العجينة كده اتمنى ان انت تسيبيه في المرحلة دي، لان بعد حبة بتحس ان هي ايه بتختمر كده، او ان هي بتسيب كده شوية العجينة، فتلاقيها ان هي بقت حجمها تضاعف شوية، وفي نفس الوقت القوام بتاعها اتغير بقي اخف شوية. تمام. بعد كده جبت اي كيس حلواني عادي. انا عايزه اقول لكم ان في المرحله دي انا بهدلت حوالي 15 كيس حلواني، لانها العجينه طبعا سابت مني كده شويه فمعرفتش اظبط الشكل. فبغض النظر عن الاشكال اللي انا الغريبه اللي انا عملتها دي مالكمش دعوه بيها خالص. انتوا بس لو ما خليتوش العجينه ماهيه قوي او سايبه قوي هتعرفوا تتحكموا فيها. كمان البلبله بتاعت الكيس الحلواني ما ظبطتش معايا خالص، كان المفروض ان انا اعمل الدرجه الاكبر من دي شويه. عامه ان التجربه ناجحه مليون في الميه، وطعم بلح الشام او صوابع زينب آآ طعمها جميل جدًا وروعة، وفعلًا هشة كده وخفيفة جدًا وطعمها جميل. بس الأشكال أو الشكل اللي أنتم شايفينه ده لأ، ما لكمش دعوة بيه خالص يا جماعة. يعني كل واحدة أو كل شيف وطريقته بقى. كل واحدة كده تكون مجهزة بقى الأدوات اللي هي تمام، اللي هتطلع لي بقى الحاجة دي professional. وإحنا طبعًا أهم حاجة عندنا الطعم طبعًا، وإن الحاجة تكون معمولة نضيفة. وبصراحة يعني أنا بارجح جدًا المنتج ده بصراحة حلو جدًا، جدًا، وفي الطعم كمان. بقى طلعت بقى الأشكال والخرافات بتاعتي اللي أنا عملتها. كده أسيبكم في رعاية الله، وما تنسونيش لايك وشير وتعليق حلو منكم. وعايزة أقول لكم إن التجربة كانت ناجحة جدًا. وكمان هنا النور كان قطع الكهربا كانت فصلت عندي، وكنت باصور على الضلمة. بس عايزة أقول لكم إن كانت تجربة حلوة جدًا والله. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وتعليق حلو منكم ليوميات حنان.